هافال روناهي مقاتل في تنظيم بيكيكي الإرهابي أو حزب العمال التركي الكردي. وفي النسخة المعربة المقدمة للسوريين، إلهام أحمد الرئيس السياسي لميليشيا قسد المحتلة ل3 محافظات في الجزيرة السورية. وبالعودة للمقاتل روناهي، تقول مصادر كردية إنه أمضى 25 عاما في معسكرات بيكيكي جنوب تركيا، وفي ذات المدة فرزت إلهام إلى تنظيم باجاك فرع بيكيكي الإيراني كما تؤكد توثيقات صحفي كردي، ثم أعيد فرزها إلى معسكرات بيكيكي في جبال قنديل العراقية عام 2007، وظهرت في إحدى الصور بزي عسكري مع صور أوجلان وفق توثيق صحفية بلجيكية. وفي العام 2012 تلقت مفارز ميليشيا أسد الحدودية تبليغا من فرع المخابرات 222 لتسهيل دخول 150 عنصرا وقياديا في تنظيم بيكيكي من معسكرات قنديل العراقية كدفعة أولى ضمن مهمة للعمل العسكري مع ميليشيا أسد لقتل وضرب ثورة الشعب السوري. They formally called themselves the YPG, who the Turks would say equated to the PKK. You're dealing with a terrorist enemy of mine. How can you do that, ally? So we literally played back to them that, hey, you got to change your brand. What do you want to call yourself besides the YPG? And with about a day's notice, they declared that they were the Syrian Democratic Forces. I thought it was a stroke of brilliance to put democracy in there somewhere. وفي العام 2015 غيرت علامة بيكيكي التجارية في سوريا إلى ميليشيا YPG وقسد، وارتدى المقاتل روناهي زيا جديدا وتصفيفة شعر مختلفة، وباتت إلهام أحمد الرئيس السياسي لميليشيا قسد، أي الميليشيا التي قتلت وهجرت مئات آلاف السوريين في منطقة الجزيرة، وحرقت وجرفت مئات القرى العربية في محافظة الحسكة. ومن تلك الخلفية الحافلة بالأعمال الإرهابية في العراق وقتل مئات المدنيين في تركيا إلى قتل وتهجير مئات آلاف السوريين، أطلت روناهي علينا أخيرا من العاصمة السويدية ستوكهولم فيما أطلق عليه باللقاء التشاوري للقوى والشخصيات الديمقراطية لبحث المعارضة والديمقراطية في سوريا، بل والتركيز على محاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل مسارات العدالة الانتقالية. وتقول هافال في اللقاء إن جميع الظروف مهيئة للانطلاق نحو المشروع الديمقراطي في سبيل الديمقراطية، تحقيق الديمقراطية والعدالة في سوريا. يقولوا لهم الكراد قاعد يذبحونا ويقولوا ماتنا، انهبوا بيوتنا، عزلونا، ذبحونا ذبح. جميل أن يتحدث قيادي في تنظيم إرهابي قتل وهجر واحتل ثلث سوريا ويسعى لتغيير ثقافتها وديمغرافيتها عن الديمقراطية، لكن الأجمل وفق تعليق البعض بالعودة لخلفية تلك الشخصية وتحليل أمراضها. فالمقاتلة هافال كما تذكر مصادر كردية التحقت بمعسكرات بيكيكي بعمر 15 عاما، ويبدو أن تنقلاتها بين كهوف وأحضان قنديل التركية ثم الإيرانية وبعدها العراقية إلى علاقاتها مع جميل بايق وغيره من زعامات بيكيكي سعت لتطبيقه عمليا في سوريا، وذلك من خلال خطف القاصرات والزج بهن في معسكرات مشابهة لكهوف قنديل لتغيير ثقافة وأخلاق أبناء المنطقة من الأكثرية العربية السنية. في حين وبالعودة لهافال أو ما أطلق عليهم بالشخصيات الديمقراطية، يقول أكراد مستقلون إن المقاتلة روناهي لا تقتصر وقاحتها على تاريخها الإجرامي الإرهابي أو مغارات قنديل، بل لتنقلاتها المشابهة منذ إنشاء ميليشيا قسد، فهي تتمنى بقاء الغطاء الأمريكي لتمرير مشروع بيكيكي شمال شرق سوريا، ولا تمانع بحضن بشار ودمج ميليشيا قسد بميليشيا أسد، كما لا تمانع بالحضن الروسي ولا حتى بالحضن الإيراني وفق آخر تصريحاتها. وعليه لا غرابة برؤية خريجي مغارات قنديل يتحدثون اليوم عن الديمقراطية ومشروعها في سوريا.